موضوع سهلة. بي في سنة 2020 عمرو صاحبي قدم على شركة فودافون يو كي، والانترفيور اللي عمل معاه المقابلة قال له الجرامر بتاعك ممتاز جدا والفلوينسي كويسة جدا، لكنه للأسف اترفض ليه وايه الأخطاء اللي وقع فيها؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الفيديو ده. وكمان هشارك معاك خطة عظمة لمدة شهر واحد بس، لو مشيت عليها واتبعتها بإذن الله الإنجليزي بتاعك هيبقى في حتة تانية، وهتعدي من أي انترفيو سواء في الكاستمر سيرفيس أو أي مجال تاني بمنتهى السهولة. والخطة دي مجانية 100%، كل المصادر اللي أنت هتستخدمها مصادر مجانية تماما. كل اللي أنا محتاجه منك انترنت والتزام، وشوف النتيجه بنفسك. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسلام وانت بتتفرج على زي انجلش. بدون رغي كتير خلينا ندخل في الموضوع. اولا ايه مجال كاستمر سيرفيس ده؟ المجال ده عباره عن شركات اجنبيه لخدمه العملاء، فبدل ما تعين ناس اجانب من البلاد بتاعهم هناك فبالتالي ياخدوا مرتبات عاليه جدا، بتيجي دوله زي مصر وتشوف الناس اللي بيتكلموا الانجليش فلوينت او فرنش او جيرمان او اي لغه يشتغلهم في مجال خدمه العملاء او الكاستمر سيرفيس، بس لازم اللانجوج عندهم تبقى قويه جدا لانهم هيتكلموا اهل اللغه. تمام. طيب ايه بقى الاخطاء اللي وقع فيها عمرو صاحبي علشان نتجنبها وعشان ان شاء الله تعدي من اي انترفيو؟ اولا الراجل اللي بيعمل معاك الانترفيو بيبص على حاجتين، اول حاجه النطق، تاني حاجه الفلوينسي يعني الطلاقه. بالنسبه للنطق يا صاحبي لازم تاخد بالك من الاصوات دي تنطقها صح 100%. اول صوت بركز عليه هو البي والبي، التي اتش والاس اندنج او الاس اللي بتيجي في اخر الكلام، احيانا بتبقى اس احيانا بتبقى زد. تمام. ازاي بقى تتقن الاصوات دي وخاصه حرف البي؟ لان انا عارف ان عمرو صاحبي اترفض عشان قال بيبل بدل من بيبل، لانه اهل اللغه عندهم او الناس اللي انت هتتعامل معاهم عندهم الفرق بين البي والبي زي الفرق بين الاس والكي، لكن احنا عشان عندنا حرف البي بس عندنا الاثنين زي بعض، كلهم زي بعض عندي. طيب اتقن الحرف ده ازاي؟ اعمل حاج بمنتهى البساطه. انا مش هشرح لك، انا هخلي الاستاذ محمود الجندي الله يرحمه يشرح لك النقطه دي. بقول لك ايه، اسمع كده. مين يعرف الفرق بين البي الثقيله والبي الخفيفه؟ انجليزها ما تعرفوش. نقطع ورقه، حط الورقه هنا، قلنا بي طارت الورقه ما طارتش، قلنا بي طارت الورقه، ان طارت الورقه تبقى بي ثقيله، ان ما طارتش تبقى بي خفيفه. انجليزها. الكلام اللي قاله الاستاذ محمود الجندي كلام صح 100%. موضوع سهله. بي او هتتدرب على حاجه اسمها تانج تويستر. ايه بقى تانج تويستر ده يا عم الحاج؟ التانج تويستر ده صاحبي حاجه كده زي ارنب انور في منورنا ولكن بالانجلش، وفيها الحرف اللي انت بتتلخبط فيه زي البي او اي حرف، ولكن كتير جدا عشان تتدرب عليه في الجمل صعبه جدا، فبالتالي لما تيجي كلمه سهله تعرف تقولها بمنتهى السهوله. تعال نتدرب بقى على اشهر تانج تويستر للليتر بي. Peter Piper pecked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper pecked. If Peter Piper pecked a peck of pickled peppers, where is the peck of pickled peppers Peter Piper pecked? فانت صاحبي لو عرفت تتدرب على تانج تويستر طويل بالشكل ده فبالتالي هتعرف تنطق اي كلمه فيها الليتر بي بمنتهى السهوله وهتعدي ان شاء الله من الانترفيو. عرفنا. طب اجيب التانج تويستر ده من فين يا عم الحاج؟ عندك تشات جي بي تي، وده اداه رهيبه بتشتغل بالذكاء الصناعي وشغاله حاليا في مصر. كل اللي محتاجه منك يكون عندك ايميل وهتعرف تسجل على الموقع، او لو مش عارف تستخدمه ممكن تستخدم جوجل بورد. هتقول له give me 5 tongue twisters for letter P. في ثانيه هيجيب لك تانج تويستر قدامك اهي، تفضل تدرب عليها over and over and over and over لحد ما تقولها بالظبط زي العربي. ايه تاني؟ بعد كده يا صاحبي نص ساعه ايميتيشن. يعني ايه ايميتيشن؟ يعني تقليد. هتسمع واحد اجنبي بيقول جمله وهترددها بنفس الطريقه اللي هو قالها بالظبط، بنفس الايموشن، بنفس الميوزك، بنفس الريذم، بنفس الانتونيشن زي ما قالها بالظبط. طب اعمل حاجه، انا هعمل ايميتيشن من فين؟ بص يا صاحبي المصادر كتير جدا، انت ممكن تغرق من كتر المصادر. بعد تجربه لو انت مستواك مبتدئ فاي اس ال فاست ده احسن موقع ليك. اسمع كده. I have a problem. I have a problem. Tell me about it. Tell me about it. I got hired at a restaurant and a clothing store. I got hired at a restaurant and a clothing store. What's the problem? What's the problem? اما بقى لو انت مستواك متقدم فعليك وعلى الموقع الرهيب ده اللي هو موقع يوجلش. Everybody wants the good life, but not everybody gets the good life, right? Everybody wants the good life, but not everybody gets the good life, right? Imagine for a second, if right now, today, how much more successful would you be if you just started a company 50-50 with Bill Gates as your business partner, and he was using every trick of the trade that he used to build Microsoft into one of the biggest companies in the world? Imagine for a second if right now, today,
How much more successful would you be? You just started a company 50-50 with Bill Gates as your business partner, and he was using every trick of the trade that he used to build Microsoft into one of the biggest companies in the world. وتفضل يا صاحبي تعيد وتزيد بالطريقة دي لحد ما تحس ان انت قلتها زي منه بالظبط. الطريقة دي هتخليك تتقن النطق 100% ومش بس النطق كمان الاكسنت زيهم بالظبط، وده اللي هيديك ثقة اثناء المقابلة، وده اللي ان شاء الله هيخليك تعدي من الانترفيو. ايه تاني؟ بعد كده يا صاحبي ساعة استماع يوميا، ساعة استماع بالظبط كده، ساعة استماع يوميا، ودي مهمة جدا لانها هتبيلد السكيل بتاعت الاستماع عندك. حتى لو مش فاهم حاجة اسمع كل يوم ساعة من الافلام اللي انا هقولها لك دي، وانا مقسمهم لك كده بطريقة احترافية. لو مستواك مبتدئ فقدامك الليستة دي، والكلام هنا بسيط وبتكلمه بالراحة واللغة واضحة وكل حاجة جميلة. اسمع كده. My mom, my dad, I have a family. We will never forget you, Dory. What if I forget you? I miss them. You know what that feels like? اما بقى يا صاحبي لو مستواك متوسط فعندك الليستة دي، الكلام فيها متوسط والسرعة متوسطة وكمان هتعجبك جدا. اسمع كده. Hey, kid! Wake up! Ralph, what is wrong with you? Start churning butter and put on your church shoes, little sister, because we're about to blast off! Ralph, what is it you're trying to say? We're going to the internet. اما بقى يا صديقي لو مستواك متقدم فخد عندك الليسته دي، وهنا الكلام هتلاقيه اسرع شويه والجمل اطول شويه. طب هنتدرب على الكلام امتى بقى؟ جينا يا صاحبي لاهم فقره وهي فقره التحدث. الفقره دي عباره عن ساعه هتقسمها جزئين. النص ساعه الاولى يا صاحبي هتتدرب على اسئله المقابله في المجال بتاعك. ازاي؟ عندك موقع رهيب اسمه تشات جي بي تي، هتدخل على تشات جي بي تي وتقول له give me the most common questions with answers for customer service representative، او تختار المجال بتاعك give me the most common questions with answers for، وتختار بقى المجال بتاعك انت. هجيب لك بقى كل الاسئله واجاباتهم، هتقرا الاسئله وتتدرب على الاجابات دي، وكمان تكيف الاجابات دي على نفسك. يعني مش بقول لك صم الحاجات دي، لا ما صمهاش، كيف الاجابات دي على نفسك وقول الاجابات الخاصه بيك انت، وتدرب بشكل عملي على الانترفيو. هات مكتب واقعد وهات اخوك او اي حد من عيلتك خليه يسالك ومثل انت وبترد بقى عليه، تمام؟ وطبعا لو الاسئله خلصت هتقول لتشات جي بي تي give me more 50 questions give me more 70 questions. كل ما تديله هديك بقى اسئله، فبالتالي بعد شهر من التدريب على الاسئله دي ان شاء الله باذن الله هتعرف تعدي من اي انترفيو بمنتهى السهوله ومنتهى البساطه. طيب النص ساعه الثانيه ايه؟ النص ساعه الثانيه دي لها علاقه بالطلاقه، ازاي تبقى طليق في اللغه. فهنعمل ايه؟ تدخل على الموقع ده اسمه @esl.org، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن وهتشوف الاسم بتاعه على السكرين دلوقتي. الموقع ده عباره عن ايه؟ الموقع ده عباره عن كنز حرفيا في كل المواضيع اللي ممكن تتخيلها او لا تتخيلها في العالم. الموضوع عباره عن اسئله، تختار موضوع، تختار الاسئله وتجاوبها. ما عرفتش تجاوبها هتدخل على تشات جي بي تي تخليه يجاوبها لك او جوجل بارد زي ما اتفقنا، وبعد ما تجاوبها تقف وتقول الاجابات قدام المرايه. فبعد 30 يوم هتكون ضربت على اكتر من 30 موضوع. تمام يا عم اسلام، شكرا جدا. بس انا دلوقتي هعرف من فين النطق صح ولا غلط. عارف يا صاحبي ان انت كنت هتفكر في النقطه دي، عشان كده جايب لك الموقع ده translate.google.as. هتدخل على الموقع ده اي جمله عايز تنطقها هينطقها لك بنطق امريكان في ثانيه. وبكده يا صاحبي نكون ضربنا على الاستماع، النطق، التحدث بمصادر مجانيه 100% من البيت بتاعك. وان شاء الله لو عملت الخطه دي هتعدي من اي انترفيو بمنتهى البساطه ومنتهى السهوله. بس يا صاحبي ما تنساش لو ربنا كرمك واشتغلت تبعت شويه دولارات لاخوك بقى، ماشي؟ وربنا يوفقك ان شاء الله. That's it for today. Thank you for watching guys. I'll see you next time.